يا مساء الفل على الناس الجميلة. النهاردة هعمل معاكم وصفة من الوصفات اللي أنا بحبها قوي، وحلوة جدا لأولادنا الأيام دي علشان المذاكرة والامتحانات وهابي نيو يير وعام سعيد عليكم. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك. هنا معايا طاجن من الخضار فيه بسلة وجزر وطماطم وفلفل أحمر مشطشط وفلفل أخضر وكوسة. تمام. هقطعهم وهغسلهم غسلة حلوة جدا جدا جدا، علشان انزل بيها بالبهارات الجميلة. بس انا عايزة اقول لكم على حاجة، طاجن الخضار ده ما يحلاش الا بالفلفل الاحمر اللي انتوا شايفينه ده. الفلفل الاحمر ده ملوش حل في الاكل بصراحة، بيخلي طعم الاكل في منتهى الجمال. هنا حطيت عليهم شوية زيت زيتون، وبعد كده حطيت نص كوباية مية. البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر والسبع بهارات. الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر لما بيخشوا في طاجن الخضار بيخلي طعمه في منتهى الجمال. أنا حاسة إن أنا باكل أكل كوري بعد ما عملت الطاجن ده. تمام. هنا بقى معايا اللحمة الستيك النظيفة الحلوة، يلا نتبلها سوا. جايبت زيت زيتون ومعايا ملح وفلفل وزعتر وروزماري. هبتدي اتبلها، ومعايا هنا 4 قطع من الزبدة. هتبلها على الناحية اليمين وعلى الناحية الشمال. الستيك ده من القطعيات اللي انا بحبها قوي في اللحمة، وبحب اكلها دايما. تمام. انا هنا حطيت ملح وفلفل على الجنب ده، هقلبها الناحية التانية واتبلها برضو. الزعتر والروزماري بيخلي طعمهم حلو جدا جدا جدا. هي مش هتاخد وقت خالص خالص في السوا، بتستوي على طول على طول. ده هنا الروزماري هوزعه بقى على بقية اللحمة كلها برضو من الناحية اليمين ومن الناحية الشمال، وبعد كده الزعتر، وبعد كده هروح حاطة زيت الزيتون. ممكن تقطعيه في الخضار او ممكن تاكليه كده لوحده، زي ما انتي حابة. بعد ما يعني هو طعمه ممكن تقطعيه قطع وتروحي منزلاه في الخضار، او ممكن تعمليه سندوتشات زي ما انتي عايزة. تمام. هنا بقى بدهنه من الناحية اليمين والشمال بزيت الزيتون. زيت الزيتون ده حلو جدا في الاكل، يعني يا ريت لو تستخدموه على طول. ومعايا هنا هحط عليها ادهنها بحتة زبدة كده، عشان بعد كده اروح نازلة بالزبدة على النار، ابتدي اسيحها. وبعد كده بدأت انزل باللحمة بتاعتي. هي مش محتاجة توم ولا اي حاجة، هي التتبيلة دي احلى تتبيلة: ملح وفلفل روزماري زعتر زبدة زيت زيتون. اسيبها بقى تستوي على الجنب ده، وبعد كده اروح قلبها على الناحية التانية. وهنا الطاجن الخضار بتاعي التحفة التحفة الجميل المشطشط خلص. وبصراحة الأكلة دي حلوة قوي وانا بحبها جدا. وادي اللحمة اهي بعد ما خلصت تتاكل اكل بصراحة. يعني اهم حاجة ان انتي تروحي الجزار يقطعلك قطعية لحمة حلوة بصراحة يعني.